في ليلة 3 مايو الأم دخلت الغرفة عشان تشوف أطفالها. لقت التوأم نايمين بسلام، لكن سرير مادلين كان فاضي. النافذة كانت مفتوحة والستارة تتحرك مع الهواء. الأم رجعت قلبت الغرفة بعيونها زي الناس ونادتها مادي مادي. ما في أي أثر. راحت للحمام تشيك عليها، ما لقتها. راحت غرفة النوم الرئيسية، أيضا ما لقتها. في هذيك اللحظة الأم أدركت أنه بنتها اختفت، وطلعت تجري لزوجها وتصارخ بأعلى صوت: أخذوا بنتنا، أخذوا بنتنا. ومن ذيك اللحظة بدت واحدة من أعقد وأغرب القضايا الجنائية في القرن ال21. قضية ما انتهت لا بجثة ولا بدليل قاطع، بس أسئلة واتهامات ونظريات. الليلة رح نرجع خطوة بخطوة من البداية، نعيش مع العائلة يوم بيوم وساعة بساعة، من ليلة الاختفاء وحتى آخر تطورات بعد 18 سنة. هذا مو مجرد لغز اختفاء، هذا لغز عالمي اسمه مادلين ماكان. We have breaking news in one of the world's most infamous missing persons mysteries. A German prisoner has been identified as a new suspect in the disappearance of Madeleine McCann from a holiday resort in Portugal 13 years ago. طيب خلونا نرجع للبداية قبل ليلة الاختفاء. مادلين ماكان هي طفلة بريطانية عمرها 3 سنوات، عايشة مع أبوها جيري وأمها كيت وتوأمها الأصغر شون وإيميلي. العائلة هذه ما كانت عادية. الأب جيري طبيب كلب، والأم كيت دكتورة تخدير، يعني ناس متعلمين ومرتاحين ماديا، نموذج للعائلة المثالية البريطانية. في ربيع 2007 قرروا يطلعوا رحلة استجمام للبرتغال، والوجهة كانت مدينة برايا دالوز الساحلية، منتجع هادي، شقق سياحية بسيطة، مسبح، مطاعم وشاطئ قريب. مكان معروف بين الأوروبيين إنه آمن ومناسب للعوائل. وللمعلومية ما كانوا لحالهم، كان معاهم 7 من أقرب أصدقائهم، ومع كل واحد منهم طفل، يعني صاروا مجموعة كبيرة، 9 كبار و8 أطفال صغار. الإعلام لاحقا أطلق عليهم لقب التباس 9 لأنهم كانوا كل ليلة يجتمعوا في مطعم التباس داخل المنتجع، وروتينهم اليومي كان سهل وواضح. فالصباح يروحوا للبحر، ألعاب ونشاطات الأطفال، والعصر يرتاحوا في الشقة، والليل الكبار يتجمعون ويتعشوا في مطعم التباس ويخلوا أطفالهم نايمين في الشقة. الفكرة لهم كانت جدا مريحة بحكم أن المطعم يبعد فقط 50 متر عن الشقق، وكان عندهم نظام أنه كل واحد بعد كل ربع ساعة أو كل نص ساعة يروح يشيك على الأطفال كلهم. وبحكم أنهم داخل منتجع آمن وبعد كل ربع ساعة ونص ساعة يروحوا يشيكوا على الأطفال، فصاروا حاسين بالأمان دائما. في سنة 2007 3 مايو يوم الخميس، اليوم الرابع من الإجازة، الساعة كانت 8:30 تقريبا. الأم كيت جهزت الأطفال في السرير عشان يناموا. مادلين كانت نايمة لحالها في سريرها، والتوأم شون وإيميلي كانوا نايمين في سرير أطفال. الغرفة كانت بسيطة، سريرين، ستارة وشباك يطل على الشارع. مادلين نايمة ببيجامتها الوردية ومعها دميتها المفضلة. الأم كيت قفلت الباب بشويش وطلعت بهدوء. راحت هي وزوجها المطعم التباس لأن أصحابهم كانوا يستنوهم هناك. النظام كان مثل العادة، الكبار يتعشوا وكل شوية واحد يروح يشيك على الأطفال. الساعة 9:05 الدور كان على الأب جيري. راح للشقة، فتح الباب، شاف الأطفال نايمين، مادلين في سريرها، توأم في سريرهم. الوضع كان هادي وكل شيء طبيعي. رجع لأصحابه في المطعم وطمنهم إنه كل شيء تمام. والساعة 9:30 جاء الدور على واحد من الشلة اسمه ماثيو. راح يشيك على البصورة، فتح الباب لكن ما دخل. شاف الوضع من بعيد هادي والكل في سريره والكل في مكانه ونايم. سكر الباب وسحب نفسه ورجع للشلة في المطعم وطمنهم إنه كل شيء تمام. والساعة 10 جاء الدور على الأم كيت. وصلت الشقة، فتحت الباب بشويش، وأول ما دخلت حست بشيء غلط. النافذة كانت مفتوحة والستارة تتحرك مع الهواء. التوأم كانوا نايمين في سريرهم، لكن سرير مادلين كان فاضي. كيت وقفت مكانها وقلبها بدأ يدق، وقامت تنادي عليها مادي مادي، لكن ما في أي أثر. الغرفة كانت مظلمة، فبدأت تقلب الغرفة بعيونها زي الناس. راحت تشيك تحت السرير، وراحت غرفة النوم الرئيسية، وراحت الحمام، لكن للأسف ما كان في أي أثر. في هذيك اللحظة أدركت أنه البنت هذه اختفت. طلعت تجري وتصارخ بأعلى صوت: أخذوا بنتنا، أخذوا بنتنا. الصوت انتشر في المنتجع بطريقة مرعبة. الضيوف اللي كانوا في المنتجع قاموا، والموظفين قاموا، والأصدقاء كلهم اتجمعوا على الأم. أكثر من 60 شخص أول ما سمعوا الموضوع بدأوا يفتشوا ويدوروا عليها. وفي هذيك اللحظة أثناء تجمعهم صديقتهم جين تانر بدأ وجهها يتغير لونه وبدت عليها آثار الصدمة. سألوها إيش فيك؟ قالت إنها متأكدة إنها شافت رجال بين الساعة 9 والساعة 10 كان شايل بنت لابسة بيجامة وردية وكانت حافية، وذا كان نفس مواصفات اللبس اللي كانت لابسته مادلين. على طول الأب وأصحابه بدوا يجروا في مواقف السيارات وطلعوا برا المنتجع يدوروا عليها وينادوا باسمها. والأم هي وصديقاتها بدوا يتصلوا على الشرطة يبلغوهم إنه في بنت مفقودة. الساعة 11 الليل وصلت أول دورية شرطة محلية، وبعد منتصف الليل وصلت الشرطة القضائية. بس للأسف كل شيء كان متأخر، ما نصب حواجز تفتيش إلا في اليوم الثاني. المطار والحدود ما تقفلت أبدا، والإنتربول ما تدخل إلا بعد 5 أيام. شوفوا يا جماعة الخير، يسمون أول ساعات من أي جريمة هي الساعات الذهبية.
في قضية مادلين راحت كلها في الفوضى. ليش؟ لأن الشقة A5 واللي كانت مسرح جريمة ما صارت مسرح جريمة حرفياً. عشرات الأشخاص دخلوا وطلعوا منها، اللي لمس الستاير واللي لمس الشبابيك والأسرة، يعني أي بصمة أو أي دليل ضاع وتلوث. ولكن في خلال أيام قليلة بس اختفاء مادلين صار عناوين في كل مكان، صورتها في الجرائد والقنوات والإنترنت، عيونها المميزة النادرة صارت رمز عالمي. من عملية بحث محلية تحولت لأكبر عملية بحث دولية عن طفلة مفقودة. وقدام المنتجع كاميرات وصحفيين وتجمعات ما لها داعي. ومن قوة الصدمة اللي مرت بها الأم كانت دائما تمشي ومعها دمية مادلين، تقول إنها تحسسها إن بنتها دائما ما زالت موجودة. المهم إنها مرت أول 3 أيام بدون أي دليل، بدون أي خبر من الشرطة. وصمت الشرطة هذا سبب جوع للإعلام وجوع للرأي العام. الشرطة البرتغالية ما كانت تعطي أي خبر، مو للإعلام أو للناس، للأم والأب نفسهم. وهذا الشيء خلى الرأي العام جيعان، وعشان يغذي الجوع هذا بدأ يطلع إشاعات إن مادلين ماتت وإن مادلين انقتلت، وللأسف هذا كله بدون أي دليل. ولكن بعد أسبوع من حادثة الاختفاء أول مشتبه حطت الشرطة عينها عليه كان روبرت مورات. وروبرت مورات هذا هو بريطاني ساكن مع أمه البرتغالية قريب من المنتجع، يعرف المنطقة كويس، وكان يساعد العائلة كمترجم بينهم وبين الشرطة، وكان هو دائما اللي في الواجهة للإعلام يتكلم معهم. لكن وجودها الدائم وقربها دائما من كل التفاصيل خلاه يبان كمشتبه فيه. المهم إن الشرطة داهمت بيته، فتشوا في كل شيء، الحديقة والكمبيوترات. الإعلام وقتها اشتعل وهاج، وأخيرا لقى ضحية. كل الصحف على طول في عناوينها الرسمية المترجم الودود هو الخاطف. ولكن بعد فترة اتضح إنه هذا الرجل بريء وكان قاعد يساعد بنية الشفقة، وإنهم هذول بريطانيين وعيال عمه، وإن السبب الرئيسي لمساعدته إنه عندها بنت عمرها 3 سنوات بنفس عمر مادلين. المهم إنها بعد ما تم تبرئة روبرت مورات رفع قضايا على الصحف اللي شوهت سمعته، وربح جميع القضايا اللي رفعها. وبمجرد ما فضيت الساحة الإعلامية وصار ما في أي متهم أو أي واحد مشتبه فيه رسمي، الإعلام على طول قلب الطاولة على الأبوين وقال إيش هذا الاستهتار؟ ليش تركوا أطفالهم نايمين لحالهم؟ إيش كمية الإهمال والاستهتار هذه؟ العائلة اضطروا أنهم يسووا مقابلة يبرروا فيها الأفعال اللي هم سووها، وقالوا إنه إحنا حسينا بالأمان والروتين كان مألوف، مستحيل نتخيل إنه يصير زي كذا. لكن التبريرات هذه ما أقنعت أي أحد، وبدت الشرطة تراقب الأبوين هذول أكثر وأكثر. In the last 3 weeks I've said, I can't imagine doing such a thing. I wouldn't be able to leave 3 children in that situation. How do you deal with those sort of comments? I think, no one will ever feel more guilty than us. If you thought for a minute that someone could abduct your child, of course you would never have left them. وبعد 3 أشهر من اختفاء مادلين الشرطة استدعت كلاب بوليسية من بريطانيا، والصدمة إنه في كلب متخصص بكشف رائحة الدم أعطى إشارة عند الكنبة وعند دمية مادلين، وكلب ثاني متخصص بكشف رائحة الجثث أعطى إشارة عند خزنة الملابس. والأغرب أكثر والخبر الصادم إنه نفس الكلب هذا أعطى إشارة عند سيارة الأبوين اللي استأجروها بعد 3 أسابيع من اختفاء مادلين. الشرطة على طول أعلنت إنه الأبوين مشتبه بهم رسمي، وأرسلت عينات دم المختبر البريطاني، وطلعت نتيجة تحليل الدم بأنه هذا الدم جزئي. ومعنى كلمة جزئي إنه 50% مطابق و50% غير مطابق. الإعلام والرأي العام كان متعطش أساساً، يبغى كذا أخبار، يبغى مواضيع كذا ينشرها. على طول عناوين الصحف صارت الأبوين غطوا على موت بنتهم والأبوين قتله. وفي هذه الأثناء الشرطة كانت قاعدة تحقق مع الأبوين، لكن للأسف ما كان في أي دليل قاطع يثبت اتهامهم مباشرة. بحكم أنه القانون يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، اضطروا أنهم يطلقوا سراحهم. ولكن الصدمة كانت أن الأب والأم مباشرة بعد الإفراج عنهم سافروا لندن على طول، وقالوا أن هذه نصيحة قانونية أخذوها من محامي. لكن الخطوة هذه زادت الشك ضدهم. ولما وصلوا بريطانيا الإعلام البريطاني كان ينتظرهم بعناوين قاسية: مادلين مدفونة، سيارة الأبوين أخفت الجثة. ولكن بمجرد وصولهم طلعوا قدام الكاميرا، والأم كيت صرحت أن الشرطة البرتغالية حاولوا يجبروها أنها توقع على اعتراف أن بنتها مادلين ماتت بالغلط، وأن موضوع الاختطاف هذا كله كذبة وهم قاعدين يحاولوا يغطوا على الموضوع. واللي صار بعدها كان عبارة عن صراع دولي. الإعلام البريطاني كان قاعد يهاجم الشرطة البرتغالية ويتهمها بالفشل والاستهتار،
وللمعلومية أن الأبوين هذولا جيري وكيت عندهم معرفة وواصلين في البلد، قدروا أنهم يشيلوا المحقق البرتغالي اللي كان ماسك القضية، وبعدها تم تبرئتهم بسنة 2008 مباشرة، وعلى طول رفعوا قضايا تشهير وربحوا تعويضات توصل ل $600,000. لكن هذا كامل وسمعتهم ما رجعت زي زمان. وفي سنة 2010 الأب جيري كتب رسالة على الصفحة الأولى الواحدة من أكبر الصحف في بريطانيا. الرسالة هذه كانت الرئيس الوزراء يطالبوا بإعادة فتح التحقيق، وخلال يوم واحد استجاب رئيس الوزراء لطلبه وتم فتح ملف اسمه أوبريشن جرانك، وتم توكيل الملف هذا لواحدة من أفضل شركات التحقيق في بريطانيا إن لم تكن أفضلهم، سكوتلاند يارد، وكانت هذه واحدة من أكبر وأغلى التحقيقات في بريطانيا. رجعوا دققوا في كل الشهادات وكل الأدلة من جديد، وكل اللي قدروا يسووه هم شيئين فقط. الأول إنهم حددوا هوية الرجال اللي شافته جين تانر شايل طفلة، كان مجرد أب عادي شايل بنته. وثاني حاجة سووها إنهم سووا صورة تقريبية لشكل مادلين بعمر 9 سنوات. لكن رغم كل الجهود والأموال اللي انصرفت على القضية ما كان في أي خيط جديد. ولكن في سنة 2020 وبعد 13 سنة من الحادثة طلع اسم جديد في القضية اسمه كريستيان بروكنر. في سنة 2017 شخص اتصل بالشرطة الألمانية وقال لهم عندي اسم رجل اعترف لي وهو سكران إنه خطف مادلين. الاسم كان كريستيان بروكنر. كريستيان بروكنر هذا هو رجل ألماني عاش في البرتغال 12 سنة. وقبل لا نبدأ في علاقته بمادلين خلينا نبدأ بحياته الإجرامية اللي عمرها 30 سنة. بدأ بسرقة بسيطة وهو مراهق، وفي عام 1994 اعتدى جنسيا على طفل في ألمانيا، ولكنه هرب للبرتغال. عاش هناك في شاحنة فولكس فاجن كامبر، وبعدها انتقل للبيت يبعد فقط كيلو واحد عن منتجع برايا دالوس. وفي المنطقة هذه كان معروف بسرقاته للفنادق وشقق المنتجعات. والمصادفة المرعبة في ليلة اختفاء مادلين على الساعة 9 جاء اتصال على جوال بروكنر ولقطه برج من الأبراج اللي تغطي المنتجع، والساعة 10 مادلين تختفي. واليوم اللي بعده بروكنر ينقل سيارته باسم شخص ثاني ويختفي من البرتغال، راجع لألمانيا، استقر هناك وفتح متجر صغير قدام مدرسة ابتدائية للأطفال. يعني مجرم لا ذمة ولا ضمير. الشرطة الألمانية قدرت تخترق أجهزته ولقت له محادثات في تطبيق سكايب مع متحرشين ثانيين كان يوصف لهم جرائم الاعتداء اللي كان يسويها على الأطفال. صحيح أنه ما ذكر مادلين، ولكن الأدلة اللي لقوها كانت كافية أنها ترسم الوحش اللي داخل هذا الشخص. واثناء تفتيش مأوى سري له في البرتغال لقوا 3 ملابس سباحة البنات صغار، ولقوا فلاش USB مدفون تحت الأرض جنب جثة كلب ميت. الكلاب البوليسية هي اللي شمت رائحة الجثة، ولما حفروا لقوا كلب ميت معاه فلاش USB. والملفات اللي لقوها كانت جدا مرعبة، صور ومقاطع فيديو موثقة لبروكنر وهو يعتدي على الأطفال بكل وحشية. وفي سنة 2014 السلطات الألمانية صادرت 391 صورة و860 فيديو لمواد إباحية لأطفال تحت 14 سنة، وأيضا اتهموه بالاعتداء على طفل عمره 5 سنوات وحكموا عليه بالسجن، لكنه قدر يهرب للبرتغال من جديد. وهذا إن دل على أن بروكنر إذا سوى جريمة في دولة يهرب منها مباشرة. فيمكن إذا رجعنا للبداية كان هدفه الأساسي هو سرقة الشقة، ولكنه شاف مادلين وخطفها وانتهى به المطاف أنه يعتدي عليها أو يقتلها. للأسف كل شيء وارد. وفي سنة 2013 الشرطة الألمانية نصبت مخيمات بحث عند بحيرة تبعد 50 كيلومتر عن المنتجع. هذه البحيرة يسميها بروكنر جنة الصغيرة. فتشوا بالكلاب وبغطاسين ماهرين ومعدات، لكن للأسف ما لقوا أي شيء. يبقى السؤال، هل هو فعلا الخاطف؟ الأدلة كلها حوله. عاش قريب جدا من مسرح الجريمة، عنده سجل جنائي مرعب ومكالمات تربطه بليلة الاختفاء، وهو صاحب الأطفال مثبت بالصور والفيديو، لكن ما في أي دليل مادي واحد يربطه مباشرة بمادلين. النظرية الثانية هي تورط الأبوين. هذه النظرية فيها قسمين. القسم الأول يقول إن الأبوين قبل لا يطلعوا للمطعم ويقابلوا أصدقائهم كانوا يستخدموا منوم للأطفال عشان يدخلوا في نوم عميق ولا يصحوا ويخربوا عليهم السهرة. والقسم هذا ممكن إننا ندعمه بإنه فعلا بعد اختفاء مادلين والفوضى اللي صارت في الشقة تحديدا غرفة النوم، التوأم كانوا نايمين بعمق شديد وما صحوا أبدا، وهذا الشيء يدعم فعلا إن الأبوين كانوا يستخدموا منوم للأطفال. والقسم الثاني يقول إن مادلين ماتت بالغلط، والطريقة إنها كانت تلعب على الكنبة اللي في الصالة لين طاحت وأصيبت إصابة بليغة أدت إلى موتها، وهذا الشيء هو سبب إنه في أثر دم موجود على الكنب. وبحكم إنه الطب الشرعي قال إنه هذا DNA جزئي، والمعنى بكلمة جزئي إنه DNA 50% متطابق و50% غير متطابق، ولكن يبقى DNA فيه جزء من الأصحية إنه يخص المادلين. وفي كل القسمين سواء مادلين ماتت عن طريق المنوم أو عن طريق الخطأ، الظاهر أن الأبوين خافوا واختاروا أنهم يخبوا الجثة في الخزنة اللي نبح قدامها الكلب. وللمعلومية الكلب لما نبح على الخزنة الشرطة فتحت الخزنة ولقتها فارغة، لكن من المتوقع أن الكلب لما كان ينبح على الخزنة
كان يقصد أثر الجثة وليست الجثة. ولا تنسوا أن الكلب كمان نبه على رائحة جثة في شنطة سيارة الأبوين اللي استأجروها بعد 3 أسابيع من اختفاء مادلين. فتقول النظرية هذه إن احتمال كبير الأب والأم خبوا الجثة في الخزنة داخل الشنطة لحد ما تهدى الأوضاع، وبعدها ب3 أسابيع أجروا السيارة وحطوا الجثة داخل شنطة السيارة وراحوا يخفوها بعيد عن الأنظار. واللي يدعم النظرية هذه أكثر أن الشرطة بعد ما أعلنت أن الأبوين مشتبهين رئيسيين وحققوا معهم كانوا يضغطوا على الأم عشان توقع على الاعتراف بأن مادلين ماتت عن طريق الخطأ، وموضوع الاختطاف هذا كله عبارة عن كذبة مدبرة عشان يقدروا يخفوا الجثة. فمستحيل يكون المحققين البرتغاليين مختلقين الموضوع هذا كامل من راسهم، ما ضغطوا عليهم إلا لأنهم متأكدين أن جميع الأدلة دلت على أن الأبوين متورطين في هذا الموضوع 100%. النظرية الثالثة وهي التجارة بالبشر. البرتغال في ذيك الفترة معروفة بوجود شبكات إتجار بالبشر في المنطقة، وبعض سكان المنطقة بلغوا بأنهم شافوا رجال يراقبوا الشقق قبل أيام من الحادثة. والمشكلة إذا أن النظرية هذه صحيحة فموقع المنتجع يدعم النظرية هذه لأنها قريب من موانئ وطرق ممكن تسهل عملية التهريب. والإعلام البرتغالي قال إن مادلين ملامحها الأوروبية وعينها المميزة والنادرة جدا ممكن تكون هدف مثالي لشبكات الإتجار سواء للبيع أو للاستغلال. النظرية الرابعة والأغرب السحر والشعوذة. هذه نظرية غريبة ومظلمة، بس ناس كثير يتكلموا عنها في الإنترنت. يقولون إن مادلين ما كانت مجرد طفلة عادية، عينها اللي في اليمين فيها علامة نادرة جدا، خط أسود يقطع بؤبؤة العين. وفي ثقافة السحر والشعوذة هذه العلامة تعتبر دليل على أن الشخص زهري. طيب وش يعني زهري؟ في معتقدات الشعوذة الزهري شخص دمه يعتقد أنه قوي جدا في أعمال السحر، ويقال أن الجن يتبعونه بسهولة، ويشاع أن دمه يستخدم لفتح الكنوز أو لطقوس غريبة وغامضة. طبعا هذه كلها معتقدات ما لها أي أساس علمي، ولكن في عالم السحر والشعوذة في ناس يؤمنون بها بشكل أعمى. فطلعت النظرية هذه تقول أن اللي خطف مادلين كان هدفه طقوس سحرية، والسبب هو أن عينها المميزة خلت الناس يربطونها بهذا الموضوع مباشرة. اليوم وبعد أكثر من 18 سنة من اختفاء مادلين مكان، القصة لليوم ما انتهت. في سنة 2017 العائلة نشرت صورة تقريبية كيف ممكن يكون شكل مادلين وعمرها 18 سنة. فكرتهم كانت بسيطة لكن فيها أمل، يمكن يتعرف عليها في الشارع أو في المطار أو في واحدة من الدول. الأب والأم جيري وكيت في كل ذكرى عيد ميلادها ينشروا رسالة: نحن نبحث، نحن ننتظر. الإعلام ما زال يكتب عنها إلى الآن، والناس إلى الآن يتناقشوا في قضيتها، والنظريات ما توقف عد أغلط، لكن الحقيقة إلى الآن مجهولة. هل كانت فعلا ضحية أبوين مستهترين اللي ممكن يكونوا مدبرين كل شيء من البداية، أو ضحية المجرم المتوحش بروكنر، أو إنها ضحية شيء مجهول إلى الآن إحنا ما عارفينه؟ ولكن الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله الآن وبعد 18 سنة ما في إلا شيء واحد مؤكد، أن قضية مادلين ما كان تظل واحدة من أكثر الألغاز غموض في القرن ال21. قصة طفلة قلبت العالم. هذه كانت نهاية قضية مادلين اللي ما لها نهاية. أتمنى منك أنك تعطيني رأيك في التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى أنك تحط لايك وتشترك في القناة وتتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف آخر مقاطع نشرتها. دمتم في رعاية الله.